السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير تم الصحة والعافية ان شاء الله. الفيديو اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا وكيف ما قريتوا في العنوان، الناس اللي خدامين صاليري 1500 درهم، وكذلك الناس اللي خدامين هذا النهار ونهار نهار لا، الصالير ديالهم قليل. وهذا هذه هي التقديه ديالكم البنات، وغادي تكونوا افاده واستفاده ان شاء الله كيف ما غتشوفوا معايا فيديو بادق التفاصيل والاثمنه وفين غادي تقداو وكل شيء. فقط تابعوا معايا الفيديو الاخير ان شاء الله. وكيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله، اول حاجه غادي نشاركها معكم هي التقديه ديال الخضره وفين غادي تقداو الخضره ان شاء الله. ما بين كيف ما كتشوفوا معايا الخضره ان شاء الله غادي صحاب اللي ساكنين في اكادير ولا الناس اللي ساكنين في اكادير، المنطقه اللي معروفه فيها الجوطيه هي انزكان. المهم انا كنتقدم من انزكان، كنمشي هكايا، كنمشي لاصحاب اللي كيحطوا الفراشيه كيتقداو اللي كيلقطوا الخضره في اسواق ديال الجمله. هكايا خضره كطيح في الرموك ولا مثلا كطيح في صنادق، كتكون خضره زوينه وباقيه طريه وكيحطوها همايا وكتقداها من عندهم باقل ثمن. وانتم عارفين في هذا الغلا هذا اللي كاين تقريبا في الاسواق، كتسول على بطاطا كتلقاها ب 140 120، بصله 140 160، بطاطا خيزو كتلقاها ب4 دراهم، الفلفله ب4 دراهم. مهم كلشي مشحر. المهم كيف ما تشوفوا معايا ان شاء الله هاد القضيه هذه تقريبا كل حاجه شحال عطاتني ديال الوزن ديالو. المهم الفلفله تقريبا عطاتني شي 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص. البطاطا حلوه مع البطاطا العاديه تقريبا عطاتني 5 كيلو. وخيزو هكايا عطاتني تقريبا كيلو ونص حتى 2 كيلو. ما كيف ما كتشوفوا معايا البنات راه الفلفله كلها زوينه وهذا. المهم طريه ماشي دوك الفلفله مبجغه وخامجه ولا. المهم هاد المطيشات البنات مع كان شويه محطوط عليهم الثقل، داكشي علاش تفرقعوا شويه. وتقريبا بطاط هدايا البصله لقيت فيها نص كيلو، وكيلو ديال هاد اللفت والباربه. المهم لقيت الخضريه هكا مخلطه، حيت البنات الخضره اللي كتشروها من عندهم كتكون هكايا مخلطه زعما ماشي هذه بوحدها وهذه بوحدها وثمن واحد. المهم تقريبا انا فاش مشيت لقيت واحد السيده حاطه هكايا واحد الكميشه د الخضيره. المهم قالت لك 500 ريال. المهم كتقدى من عندها انت عينك مغمضين ما عارفه شنو مقدي، حتى الضرعات كتعرف شنو كاين في ديك الخضيره. المهم كيف ما كتشوفوا مراه لقيت واحد السيد حاط بانيو تقريبا كيوزن واقيلا كيلو ونص ولا 2 كيلو ما عرفتش ديال البطاطا. شريتها من عنده ب10 دراهم. ولقيت عنده الفلفله حاطه هكايا 6 الحبات ولا 5 ب2 دراهم وديتها من عنده. وكيف ما كتشوفوا الليمون هذايا تقديت عند واحد السيد تقدينا ب10 دراهم تقريبا عطاتني 5 كيلو. قلت تقريبا بحال تقديت الليمون 2 دراهم الكيلو. هذه جلبانه حتى هي تقديتها. هذاك الليمون بريسه كيف ما كتشوفوا معايا غير ديال العصير تقديته غير العصير. وهنا جلبانه تقديت كيلو ب100. هذه الجلبانه تقديتها غير هنايا فين ساكنه تقديتها ب180. وكذلك الفريز 140. هكايا حتى هو راه غير تبجغ ليه مع الطريق وتقل وخضره هكايا. وهذا الليمون حتى هذا عجبني البنات وتقديته. المهم تقديت الليمون وفاش شفت هذا المندالين هذا حتى هو تقديته. كنت هكايا دايزه وبان ليا هاد المندالين هكايا ديال حتى هو ديال العصير وديال الماكله كذلك وزوين وحلو. داكشي تقديت منه تقريبا تقديت منه كيلو ونص لقيته ب2 دراهم. هاد المانكا ولا كاكايا ولا شنو كيسميه، لقيناه ب180. جبنا فيه 140 فيها 800 غرام قل من كيلو. وكيف ما غتشوفوا معايا البنات هذه هي التقديه. تقريبا كيف ما شحال تقامت عليا هاد الخضيره هذه كلشي غادي نشاركو معكم في اخر ديال الفيديو ان شاء الله. مهم هنايا غادي ننطلقوا التقديه ديال الهري. كيف ما تشوفوا معايا هنايا تقريبا تقامت عليا التقديه ب 4690. قلت تقريبا هكايا اقل من 5000 ريال. المهم هنايا عندي السكر، عندي الشوفان تقريبا هي نص كيلو من حاجه. عندي نص كيلو ديال الفول ونص كيلو ديال السميده وكذلك نص كيلو ديال
الروز، ونص كيلو من هدايا شنو كتقولوا ليه، ونص كيلو ديال الدجيجه. وكذلك العدس كذلك حتى هو نص كيلو. وهنايا خديت الرابعه ديال الزبده العاديه. وهنايا خديت شعريه الصينيه، وخديت جوج انواع ديال الشامبون. وهنايا خديت الطون، جوج علب ديال الطون، كنبغي هكايا الشلاضه. المهم وهنايا خدينا واحد جوج ديال سباغيتي ولا اش كتقولوا ليه. المهم وخديت هنايا الكوك، كاكاو المور، لانجيت، خديت نيتو، وخديت هكايا الحليب، اللبن، وخديت كذلك باكيه ديال ليكوش ديال دلع. هذا ليكوش الكبير. وخديت هذا حتى هي لانجيت ديال دلع. هاد دلع ليكوش ولانجيت ديال الدري هكايا كناخدو للدري. وهنايا مايزينا، بلاطو ديال البيض، نص بلاطو ديال البيض عفوا. خديت ولقيته ب24، خديت 15 حبه. وهنايا غادي نطلقوا العطريه. هنايا خديت اللويزه، وخديت من كل حاجه خديت منها 5 دراهم من غير القزبور اليابس والكمون. خديت 5 دراهم ديال اللويزه، 5 دراهم ديال التحميره، و5 دراهم ديال السكنجبير، و5 دراهم ديال البصار، و5 دراهم ديال الخرقوم، 3 دراهم ديال ديال هذا الكمون، و3 دراهم ديال القزبر اليابس مطحون. وهنايا عندي 5 دراهم ديال القرنفل. هنايا خديت كوفيتير. وكذلك مهم كيف ما كتشوف معايا هي التقديه ديال الهري اللي تقامت عليا ب5000، اقل من 5000 ريال، وفيها ليكوش. المهم البنات داكشي اللي ما شفتوش، اللي ما تقديتوش راه عارفوا بلي راه عندي في الدار، بحال الصابون ديال المعان تيد. حاجه اللي ما شفتوهاش هنايا عارفوا بلي عندي في الدار. المهم البنات راه كل واحد التقديه اللي شنو خاصك في دارك. انا مثلا بحال هنايا انا عندي الدري باقي كيستعمل ليكوش. نتوما راه عوض من هذا ديال الباكي ديال ليكوش راه غتجيبوا مثلا دقيق، غتجيبوا الزيت، غتجيبوا لي سيور. المهم هذه هي التقديه اللي غادي تكفيكم. الحاجه اللي ما عندهاش ضروري راه غادي تستغنوا عليها وتشريو شي حاجه اللي الاساسيات. المهم الاساسيات عندي هما هادو. يمكن تستغلوا على الحليب، يمكن تستغنوا على الشعريه الصينيه. مهم هذه هي التقديه اللي شاركت معكم البنات بادق التفاصيل. وكذلك التقديه ديال الخضره باش تقامت عليا تقريبا 1360. المهم البنات مع هاد الاغلاء هذا الاسعار اللي كاينه دابا، اي حاجه حطيتها على يدك راه كتشوط ديال بصح. المهم نتمنى من الله السلامه، ونتمنى من الله ينزل علينا الرحمه. وما تنساوش انكم تتابعوني في القناه ديالي، وما تنساوش تشتركوا عندي وتخليو شي كومونتير زوين. الفيديو ان شاء الله المقبل اللي تابع هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون على كيفاش غادي تحتفظوا على الخضره لمده طويله في الثلاجه بلا ما هدايا بلا ما تخسر. المهم البنات راه نسيت ما قلت لكم بلي راه العطريه اللي شاركت معكم راه ما تقديتهاش هنايا من الهري، انما تقديتها مع العطاره اللي كيطحنوا العطريه هكايا طريه وما تكونش هي قديمه. مهم تقريبا العطريه راه خديت 620 ديال العطريه، ما بينها اللويزه والقرنفل وكذلك العطريه المستعمله من غير ملحه والثومه انها كانت عندي متوفره في المنزل. والمهم تقريبا هاد التقديه هذه اللي كتشوفوا معايا كلها تقامت عليا اقل من 7000 ريال. تقريبا هي اقل من 350 درهم، اللي غادي تدي لكم اكثر من 15 يوم تقريبا حتى الشهر على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات حنا عدد الاسره ديالنا لا تتجاوز ما كتعداش 3 ديال الافراد. المهم نتوما البنات
راه قدرت تاخد لكم هكايا الا كنتو 4 5 الناس راه غتاخد لكم هكايا اكثر 15 يوم. ونتمنى ان شاء الله من الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك واشتراك في القناه، وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم اي جديد ان شاء الله. الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله، اللي غادي يكون حول كيفيه الاحتفاظ بالخضر لمده طويله في الثلاجه بلا ما تفسدش. وغنخلي لكم هنا اللقطات ديال الفيديوهات المقبله ان شاء الله، والى اللقاء الى فيديو اخر.